أخوي وأختي، مثل ما تشوفون هذا هو موقعنا بصورته كيف ما هو موجود. حتى ندخل إلى هذا الموقع أبدي من البداية وأشرح لكم طريقة الدخول. في البداية نقدر نبحث عن شيء نكتبه باللغة الإنجليزية radiocwr.com. مهم أن نحط .com بالنهاية حتى يأخذنا مباشرة إلى الموقع اللي هو اسمه radiocwr.com. بعد ما ندخل إلى الصفحة الرئيسية، القوائم موجودة عندنا مثل ما تشوفون. أنا راح أحاول أشرح ببساطة شنو هو الطريقة اللي نقدر نسمع بها الراديو أيضا من خلال الموقع، لأنه أسئلة كثيرة جتنا تريد تعرف منين تعرف تسمع أو شلون تسمع. الموقع هو بشكل الآتي: عندنا مقالات مثل ما تشوفون، هاي المقالات اللي نقدر إحنا نفتحها وندخل نقرأ المزيد، نقدر نشوف الكاتب اللي موجود والكتابة اللي موجودة. وأتمنى أنكم تشجعونا بتعليق وتشجعوا الكاتب أيضا بتعليق، وحتى لو كتبتوا نيك نيم والاسم الصريح أو الإيميل أو الويب سايت وتسوون بوست لنا حتى يوصل لنا تشجيعكم كنوع من الخدمة وشراكة خدمة معنا. وإذا رجعنا على الصفحة الرئيسية أيضا راح نشوف أنه عندنا أشياء كثيرة متواجدة داخل هذا الموقع، من ضمنها آية الكتاب المقدس اليومية اللي تتغير كل يوم بحسب ما يرسل لنا الموقع. وأيضا نشوف موجود عندنا هذا الجزء من الراديو اللي هو البث اللي موجود، اللي حاليا موجود، والبارحة كان هو آخر واحد تم بثه. ممكن إنه إحنا نسمع المزيد، ممكن إنه أنا أضغط على الاستماع للمزيد من خلال هذا الزر ويدخلنا إلى هاي الصفحة، أو إنه أنا أجي إلى بث اليوم وأدخل على نفس الصفحة. راح نشوف إنه الجزء الأول هو اللي كان عرض أو كان البث الأخير، وإذا كنت أريد أسمع اللي قبلها مباشرة أجي على الصورة اللي تحت اللي هي تمثل الموقع الرسمي بالنسبة للراديو ومكان البث. أسمع هذه بالعربي اللي انبثت في تاريخ هذا المكتوب، وهذه أيضا باللغة الآشورية اللي انبثت في نفس اليوم. ممكن أن أسمعها حال الكل، وأيضا تظهر على يمين الشاشة. ممكن أسمعها من أي جهة أنا أريدها، ممكن أسمعها أيضا من جهة اليمين. إذا رجعنا على الصفحة الرئيسية راح نشوف أيضا أنه موجود عندنا مختصر إلها، وأيضا عندنا العظة اللي بثت يوم الأحد باللغتين العربية والآشورية. تقدر تسمعها مباشرة من خلال أنك تضغط على هذا الزر وتسمع العظة فقط، العظة اللي بثت يوم الأحد. من كل أحد احنا نبث عظة، نبث من خلال الراديو ببرنامج اسمه كنيسة في بيتي، عظة يوم الأحد، وأيضا باللغة الآشورية مثل ما تسمعون أنتم، وممكن أن نسمعها. وهاي آية اليوم باللغة الآشورية. هاي للأسف إن هي ما تتغير أوتوماتيكيا، لكن إحنا اللي نغيرها كل فترة وفترة. هذا آخر ما نشر بالموقع. ممكن أن نشوف بقية المقالات من خلال التصفح لها من هالجهة. وهنا شوية معلومات عن موقعنا في اليوتيوب، وأيضا على الفيسبوك، وأيضا موقعنا لسماع الراديو، وأيضا اللي هو هذا أيضا نقدر نسمع من هذا المكان. وأيضا نقدر نشوف الفيديو أو نسوي سبسكرايب أو اشتراك في القناة، أو صفحتنا على الفيسبوك، صفحة الراديو اللي تقدر تصفحها في شيء مختصر هنا أيضا تقدر تشوفها. وأيضا عندنا آية الكتاب المقدس أيضا متغيرة كل يوم. ونقدر أيضا نسوي نوع من التواصل معنا من خلال الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو لينكد إن أو سكايب أو الإيميل. تقدرون أنتم تبعثوا لنا مثل ما تريدون. وأيضا عندنا في الموقع اللي عنده برامج منزلها على التليفونات مالته من موقع اللي اسمه راديو مياه الراحة في المواقع العالمية. لما نيجي على هذا الزر وندخل فيه نقدر إحنا نسمع الراديو بالمواقع العالمية، ابتداء من سبريكر والبقية اللي إذا عندك أي واحد من عندها مثل ديزر، مثل أبل بودكاست، مثل سبوتيفاي أو جوجل بودكاست،
كل هاي الأمور متاحة بين يديك. إذا تريد تسمع أي واحدة من عندهم من خلال أي تطبيق، مجرد ما أنك تكبس عليه ياخذك للموقع اللي أنت موجود به أو اللي عندك. إذا عندك التطبيق على كمبيوتر أو عندك التطبيق على هاتفك، تقدر تسمع الراديو مثل ما هو نشوفه احنا بين ايدينا. وايضا هي متجددة مثل ما يتجدد الراديو يجدد ايضا. وايضا عندنا الفيديوهات معروفة لكم، ما راح نخوض بها بكلها، لكن هي وايضا هاي الفيديوهات اللي موجودة عندنا على قنواتنا. للمزيد اقدر اشوف من خلال هذا الزر اللي انا اقدر اكبس عليه واروح الى قناة مياه الراحة على اليوتيوب. معرض الصور هي صور بآيات تشجعنا وتشوف لنا الكتاب المقدس وكلمة المسيح. هي عبارة عن نور من كلام المسيح لأجلنا احنا. ولما نجي نضغط على أي صورة ممكن أن تنفتح قدامنا وتشوفون أنه عندنا آية موجودة وشوية شرح بسيط يشجعنا على مثل ما يقول الكتاب المقدس: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وهاي الآيات اللي موجودة هي اللي تشجعنا، وتقدر أنت تتصفح هذا الموقع مثل ما تريد أنت حسب ما تريد أنت. وتقدر أيضا تشجعنا بكلمة من عندك إذا أنت أرسلت لنا، نكون شاكرين لك. إذا تشجعنا بتعليق أو أي شيء أو أي اقتراح، إحنا راح نكون بتواصل معا. اقرأ الكتاب هو مثل مكان اللي به كتاب بصيغة PDF، هو مجانا للقراءة، نقدر احنا نتصفحه ونقرأ. موجود عندنا شوية كتب مهمة جدا إذا نريد نقرأها، تنطينا معرفة عن أمور كثيرة، تقدر تصفحها وتسوي داونلود عندك إذا تحب. والتواصل معنا مهم جدا. إذا أنت كان عندك طلبة صلاة أو اقتراحات، نتمنى أنك تراسلنا وتتواصل معنا من خلال أيضا أنك تحط الاسم والإيميل والمسج وترسل لنا، وإحنا بانتظار رسائلكم. وهذا هو جزء من الفيسبوك اللي إحنا موقعنا أو موقع الراديو اللي متواجد فيه. تقدر أنك تسوي لنا لايك من خلال هذا الزر، وممكن أنت تشوف اللايكات اللي جتنا خلال هالفترة البسيطة. هذا شرح بسيط على اللي يسألونا كيف نقدر نسمع الراديو من خلال الموقع. يتم بهاي الطريقة، وربنا يبارك الجميع، ونشكر رب من أجل الجميع اللي شجعونا لحد الآن، وإحنا ماشيين في خدمة الرب من خلال هذا الراديو البسيط اللي وصل إلى كل مكان، وصل لدول كثيرة في كل مكان، حتى في أماكن ما تتخيلوها وصل صوت الراديو، لأنه فعلا إلى جميع الأرض خرج صوته. نترككم برعاية الرب. آمين.